الفيديو ده للبنات بس، واي شاب مع احترامي ليك يا ريت تخرج من الفيديو، او خليك عشان تحكم هل كلامي صح ولا غلط. ما اقصدش اطرده، تمام؟ ليه مينفعش اقول كده؟ في بنات كتير بتفتكر ان حياتها هتبدا لما يدخلها شخص معين، تلاقيها تقول لما احب واتجوز هبقى مبسوطه، لما الاقي اللي يقدرني هعرف قيمتي، لما يجي حد يملى فراغي ساعتها هرتاح. بس صدقيني، لو انتي مش عارفه تبني سعادتك بنفسك عمرك ما هتعرفي تعيشي مرتاحه، حتى لو دخل حياتك احسن راجل. ليه؟ عشان هتبقي بانيه فرحتك كلها على وجوده، واول ما يتغير او يبعد او حتى يزعل منك هتتهدي انتي. انا مش بقول ان الحب وحش، بالعكس الحب اضافه جميله، بس يفضل دايما اضافه مش الأساس. الأساس هو انتي، شخصيتك، نجاحك، طموحك، قيمتك في عين نفسك قبل عين أي حد تاني. عاوزاكي تفتكري دايما انتي المفتاح الوحيد لراحتك، ما تديش المفتاح ده في ايد أي بني آدم مهما كان بتحبيه. خليه معاك انتي، عشان مهما الظروف اتغيرت أو الناس اتغيرت تفضلي واقفة وثابتة وعارفة انك كفاية. صدقيني ساعتها لما يجي حد في حياتك هيحبك بزيادة، لأنه هيشوفك قوية مش محتاجة تتعلقي بيه عشان تعيشي، وهتحسي انك انت اللي مدياله قيمة مش هو اللي مديلك حياة. سلام.